قناة دينك نجاة للتصاميم الدعوية. يعني جاء في السير وفي الأخبار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يشتغلون شهوراً قبل رمضان بالدعاء والتوسل واللجوء إلى الله عز وجل أن يبلغهم رمضان. سبحان الله، احنا يمكن ما ننتبه إلا إذا جاء شعبان، قالوا شعبان، والآن تذكرنا أنه ترى ورا شعبان رمضان، لأن احنا ما نعرف إلا سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، يناير، فبراير، هذا اللي عشنا عليه الآن. فالتفاعل ضعيف، والمصيبة أنه شعبان إذا جاء شو اللي يخلينا في شعبان نستشعر رمضان؟ يقول أحد المشايخ رحمة الله عليه، يقول مصيبتنا أنه حتى شعورنا بمجيء رمضان ودنو رمضان وقرب رمضان لما يكون في شعبان تذكرناه. ليه؟ لأن في شعبان في بدع كثيرة جدا يحييها الناس في شعبان، يقولون صلاة بدري إيش وقبلها يمكن الرجبية، وبعدين شعبان والنصف من شعبان، وصلاة معينة صلاة الأبرار، فالناس شعبان شعبان إن وراها رمضان. يقول مصيبتنا أنه حتى رمضان تذكرناها بهذه البدع التي أحدثت في شعبان، يعني ما هي طريقة سنية. لذلك كيف تجي البركة فينا؟ يقول البركة جت في الأولين، ينتظرون شعبان انتظار بالشهور الهجرية، ثم إذا انتهى شهر رمضان يعني كانوا يشتغلون شغلا، لأنه فعلا في رمضان تغيروا، مثل ما يقولون رمضان في كلمة مشهورة جدا اليوم حطينا حق الأسواق، وحطينا حق المهرجانات، وحطينا حق، يقولون رمضان، احنا نقول رمضان غير. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.